الإعلام حقيقية للتنفيذ، كان الكلام ممنوع. الإنترنت كانت هي الوسيلة الأولى والأبرز للتعبير عن حقوق المواطن الليبي المكبوت جدا على الأرض، وبالتالي حالة ليبيا كانت خاصة جدا، وكان هناك نوع من العشق لدى الليبيين للتعامل والانكباب أيضا رغم التأخر في ارتباطهم بالإنترنت. ليبيا من الدول العربية التي التحقت مؤخرا بالإنترنت، ولكن تجد أن الإنترنت مليء بالإبداعات الليبية، لأنهم أول ما دخلوا الإنترنت كان هناك تدفق كبير للمعلومات الليبية وللفكر الليبي. لكن نستطيع أن نقول أن وسيلة كالشبكات الاجتماعية، متنفس جديد كالشبكات الاجتماعية، ساعد في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر على أن الجيل يتنفس، الجيل اللي يتكلم يقول اللي هو عاوزه. ربما في بعض الأحيان البعض كان بيعتبر هذا نوع من يعني عدم الاحترام للدولة، عدم الاحترام للكبار مثلا في السن وأولي الأمر وأولي الأهل، ولكن اتضح بعد ذلك أن الآن الحرية مطلوبة جدا. السؤال الذي يشغلني دائما، هل تم تحديد الجيل، مهارات الجيل، من هو الجيل، الشباب ده عاوز ايه في كل العواصم العربية بما فيها مصر؟ لم يتم ذلك. أنا مقتنع تماما أنه بعد 25 يناير تم الاعتراف فقط ببعض الأفكار لدى شريحة صغيرة فقط بأن لديهم فكر سياسي معين. مسؤولية لكن من؟ ما هي أفكار من الشباب؟ تحديد هذه الأفكار؟ على من تقع هذه المسؤولية؟ يعني تقع هذه المسؤولية المفروض على الصامتين على الإنترنت. لا زال هناك كتلة صامتة موجودة على شبكة الإنترنت تحقق نفسها ومش مشغولة أن هي ما الذي يدور في الأرض. هذه واحدة. ويبقى دور أيضا على الدولة، ويبقى دور على التنويريين، ويبقى دور على وسائل الإعلام كلها اللي موجودة. يا جماعة هناك جيل موجود على شبكة الإنترنت ممكن تستفيدوا منه، ممكن تحققوا نسبة مشاهدة عالية. أتحدى أن أي قناة تلفزيونية في الوطن العربي وهناك الجيل موجود على الإنترنت بيشاهدها عبر الفضائيات. يتم مشاهدة كل القنوات العربية وكل البرامج العربية الجذابة جدا لدى الشباب عبر شبكة الإنترنت. طيب بعد ما نعرف المعلومة دي، كيف نستفيد من هؤلاء الشباب؟ كيف نجرهم إلى الميديا القديمة وفي نفس الوقت هم موجودين على الميديا الجديدة؟ سياسيا أيضا كيف نستفيد منهم؟ اقتصاديا إلى آخره كيف نشركهم؟ أنا أعتقد وعبر هذا المنبر نحن في احتياج لشبكة عربية تكون بخلاف الفيسبوك وتويتر. البعض بيختلف معايا يقول لي لا ده احنا خايفين من ان الدول العربيه بقى تحجب فيسبوك وتويتر. لا، خلي فيسبوك وتويتر زي ما هم، لكن محتاجين شبكه عربيه لقياس الراي العام العربي، او حتى شبكه في كل قطر عربي حتى يتم قياس الراي العام. يعني لما تيجي تجري انتخابات، هل يجوز ان انت تقيس الراي العام الموجود على فيسبوك وتويتر؟ هناك بعض المدسوسين من جنسيات اخرى، هناك بعض الجنسيات العربيه مش مسجله اساسا ان هي موجوده في هذه الشبكات العربيه، وبالتالي فيسبوك وتويتر لا يقيس تماما اتجاهات الراي العام السياسيه والاجتماعيه. نحن فعلا بحاجه الان الى مشروع شبكه اجتماعيه، وسوف يكون مربح على فكره جدا. نعم، سنتطرق إلى هذا ولكن الموضوع. تكون شبكة متخصصة. نعم، سنتطرق إلى هذا الموضوع يعني في وقت لاحق من هذه المقابلة، ولكن يعني ما زلنا أيضا مع نفس السؤال: إلى أي مدى يعني أثرت التكنولوجيا الحديثة في تشكيل وعي الأجيال الشابة العربية؟ نتابع أيضا رأي آخر عبر الويب كام. مبروك من كندا. كان لها تأثير كبير جدا في إظهار هذه الثورات وتنظيمها، حيث يعني رأينا في الثورة التونسية كيف انتشرت التظاهرات باستخدام مواقع الفيسبوك، حيث الثوار أنفسهم تم تنظيم أنفسهم بإبلاغ عن مواعيد تنظيم المظاهرات ضد الأنظمة، كذلك في مصر وغيرها. أما بالنسبة للثورة الليبية، فكانت الإذاعات القنوات المشهورة، قناة الجزيرة وغيرها من القناة العربية أو القنوات العالمية، كانت صعب جدا أن تنقل صورة بسبب النظام القمعي التي كان يستخدمه هذه الأنظمة. نعم، أتمنى أن تكون استمعت إلى هذه المشاركة لمبروك. يقول يعني لولا التكنولوجيا في غياب وسائل الإعلام الرسمية ما نقلت صور الجرائم التي ارتكبت من قبل النظام ضد المتظاهرين السلميين.
يعني هو يثني على دور التكنولوجيا في نقل ما يحدث من قمع ومن جرائم ضد المدنيين في غياب وسائل الإعلام التقليدية في ظل التعتيم من قبل الأنظمة. الصراحة أن روح التكنولوجيا شيء خطير جدا. يعني محمد حسنين هيكل في كتابه الشهير خريف الغضب قال عن الرئيس السادات أنه أول رئيس جاء محملا بكاميرا. أعتقد أنها كانت عبارة بليغة منذ السبعينيات وقبل وصول الإنترنت شعبيا إلى الوطن العربي. الرئيس الراحل أيضا أو الرئيس صدام حسين أيضا كان أول رئيس نشاهد حادثة إعدامه عبر كاميرا الموبايل رغم أنها كانت في ظروف وأيام العيد. بينما الرئيس حسني مبارك تم القول عنه أنه أول رئيس يتم إزاحته عن الحكم بسبب الفيسبوك أو أدوات المالتي ميديا. أيضا في ليبيا وهي حالة غاية في الخصوصية لأن الضغط في ليبيا والمنع في ليبيا كان منع رهيب جدا. ممنوع أنك تتنفس في ليبيا وقد رأينا ذلك من خلال تغطياتنا الإعلامية والتحقيقات. فكان الإنترنت هو بالتأكيد المتنفس في التعبير، بالتأكيد هو الإعلام البديل. وأنا أعتقد أن ليبيا بعد أن تتحرر تماما سوف نرى وسائل إعلام تقليدية تنفجر فيها سواء قديمة أو جديدة. أنا أراهن على الشباب الليبي الجديد الواعي بدور التكنولوجيا. بالتأكيد الشبكات الاجتماعية والتكنولوجيا فضحت فضائح كثيرة في كل العواصم العربية، وأنا أحيي كل شخص أصيل استطاع أن هو من 3 أو 4 أو 5 سنين عندما كان لا يحلم أحد أن هو ينشر هذا الموضوع أن هو قام رغم أن هو كان معرض أن يكون وراء الشمس هو وكل من يعرفه. يعني ربما أيضا في هذا الإطار تأتي إدانات دولية، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعني يوجه بتوجيه مذكرة اعتقال ضد العقيد القذافي ونجلي ورئيس الاستخبارات. قد يكون ذلك بناء إلى حد كبير على تسجيلات عبر الإنترنت وعبر كثير من الصور التي لم يتمكن الإعلام التقليدي بنقلها. انا استاذنك لان الحاله هنا صعبه جدا في الاير بيس، يعني اكاد اسمعك بالكاد. ارجو معذره ان تعيد السؤال. نعم، يعني كنت أقول أنه في هذا الإطار أيضا استخدمت التكنولوجيا الحديثة والصور التي نقلت عبر الإنترنت في توجيه إدانة إلى بعض الرؤساء، وخاصة الإدانة الأخيرة أو توجيه باعتقال العقيد القذافي ونجله ورئيس استخباراته بناء على الصور التي نقلت على الإنترنت والذي يعني لم يتمكن الإعلام التقليدي من نقلها. يعني هذه قضية خطيرة أيضا، قضية إعلامية خطيرة في مهنية الإعلام الإلكتروني، ألا وهي شهود العيان أو حقيقة المادة التي تنقل على الإنترنت. بصراحة أنا أتخوف كثيرا رغم أن في مواد تنقل سريعا. مش عاوز أنجذب أن هناك طبعا سهولة وسرعة، وأصبحت كاميرات الموبايل تسبق وكالات الأنباء وتسبق القنوات الفضائية، ولكن فكرة من هم شهود العيان، كيف أستفيد من شهود العيان وكيف أتحقق منهم، هذا سؤال الآن دائر في الوسط الإعلامي الرقمي. يعني أعتقد أنه بعد 5 أعوام أو بعد 6 أعوام لن تكون القضية عند المشاهد اللي هو الصورة دي اتنشرت بسرعة ولا لا أو الأسبقية، ولكن سوف يكون هناك تدقيق والمهنية أيضا والتحرير في فكرة الفيديو أو فكرة الصورة أو فكرة الخبر، والمستقبل هو لشهود العيان. لكن ما هي الفضائية التي سوف تكسب الطريقة الصحيحة والشراكة الجيدة مع شهود العيان؟ هذا سؤال سوف تجيب عنه الأيام القادمة. نعم، يعني سنتحدث أكثر عن مسألة شهود العيان هذه أيضا، ولكن نود أن نستعرض أيضا بعض التعليقات التي وردت على صفحة الجزيرة مباشر في الفيسبوك في نفس السؤال الذي طرحناه وجاءتنا عليه بعض المشاركات عبر الويب كام، وأنت جاوبت عليه، وهو إلى أي مدى أثرت التكنولوجيا الحديثة في تشكيل وعي الجيل الحالي من الشباب العربي. نستعرض بعض التعليقات. دينا تقول إلى مدى كبير، حيث ساهمت في نقل معلومات بشكل أسرع وفوري ومتابعة للأحداث في وقت حدوثها، ولكن تنقصها الصدقية. سمير السلمي يقول تأثيرها كبير جدا لأنها العامل الأول
في الثورات. علي التويتي يقول: لولا التكنولوجيا ما قامت الثورات لأن الشباب يتواصلون عبر الإنترنت. أما صقر سوريا يقول: لها دور كبير في ثقافة وإطلاع الجيل الجديد مما ينعكس على معرفة الجيل لما يدور حوله من أحداث. محمد عبد الفتاح يقول: في اعتقادي أن التكنولوجيا حلت محل الأسلحة خصوصا في الثورات الجارية في الوطن العربي. يعني نتوقف عند محمد عبد الفتاح الذي قال أن التكنولوجيا حلت محل الأسلحة لدى الثائرين ولدى الثوار. استمعت سيد أحمد؟ يعني اذا كنت اسمعك، لان انا زي ما قلت لك بسمعك طيب بالكاد، لكن يعني سمعت بعض الرسائل اللي انت ذكرتها. ليست التكنولوجيا هي التي حلت مشكلة الوطن العربي او يعني قامت بتنفيذ الثورات، ولكن المان باورز او القوى البشريه الجديده في الوطن العربي اللي احنا بنسميها اصحاب التعلم الذاتي، ارتفاع مستويات التعليم وجودته بسبب السهوله على الانترنت والترجمه الآلية. هؤلاء الشباب اللي هم بيطوروا نفسهم هم الذين تسببوا في الثورات وليس التكنولوجيا. التكنولوجيا كانت وسيلة جميلة ووسيلة سهلة ووسيلة سائغة وسائلة أيضا، ولكن هذا الجيل الجميل الموجود في كل العواصم العربية، عشان كده احنا في دماغ تك بنراهن عليه، لأن احنا لحد دلوقتي لم نعرفه، ما شفناش منه إلا مقاطع صغيرة أو شفناهم في الثورة فقط. عاوزين نشوف الجيل الافتراضي اللي هو موجود على الأرض، واللي بيعمل موسيقى مستقلة، مسرح مستقل، بيعمل حاجات جميلة على الأرض. وسائل الإعلام يمكن بتنقل خبر حصل ان في فرقه موسيقيه كذا او كذا، ليس هذا تعبيرا عن هذا الجيل الافتراضي. احنا عاوزين نشوف احلامهم، افكارهم. ايضا في دماغ تك احنا مهتمين بالبسطاء، الناس البسيطه اللي عندها حلول وعندها افتكاسات وابتكارات واختراعات، لازم نسمعهم. لا توجد وسيله اعلاميه تستمع اليهم، بالاضافه الى عمل حاله التكنو علم او المزج ما بين البسطاء والفقراء على كل المستويات، سواء تعليميا او ماديا، واهل العلم والخبره، الشباب اللي بيدرس مرحلة الصنايع والشباب الجامعي، عشان نستطيع تكوين حلم الأمة ونعرف هي مين الأمة. هي وسائل الإعلام والميديا والدراما تنقل وجهة النظر الصحيحة عن المجتمع، ولا احنا مخدوعين؟ هناك 70% من المجتمع اللي هو نسبة الشباب اللي هم موجودين على الانترنت ما نعرفش عنهم حاجة، او صورتنا عنهم مخطوطة. هذه الثورات اثبتت ان نظرتنا الى الشباب هي نظرة خاطئة تماما. الشباب ليس واحدا، الشباب في العواصم العربية ليس واحدا، هناك جيل متحمس. أين المشروع العربي الذي يجذب هذا الجيل؟ هل نستطيع تكوين شبكة اجتماعية عربية تستطيع أن هي يعني تستغل مهارات هذا الجيل؟ هذا ما نحلم به. نعم، ولكن يعني مع كل ذلك يبقى أيضا أن هناك أخطار من استخدام التكنولوجيا، وأنت أشرت إلى مسألة التدقيق من صحة الصور التي ترد عبر الإنترنت. سنتحاور في هذه النقطة ولكن بعد فاصل قصير. أن نبحث عن حقيقته. بمن يمثل المعارضة، من يمثل هؤلاء الذين حدثنا عن الوضع عندك، عن الوضع في الجبل الغربي، وأن ننقل الصورة كما هي لآخر الأحداث والتطورات. ماذا في أبرز التطورات التي لديك سياسي؟ بالتحليل عسكرية كما تبدو هذه الصورة. نصل إلى حقيقة الحدث حتى وإن منعنا من التغطية. تستمر تغطيتنا للثورات العربية. التغطية مستمرة. نحن أخرجنا الدكتاتور وبقاياه ما زالت، ونحن نقول لهم نحن موجودون. الحكومة هذه قاعدة تتلكك في تحقيق المطالب متاعنا. بعد ثورة 14 جانفي المباركة ما ريناش إرادة سياسية في تطهير القضاء من بقايا النظام السابق. ثم ظروف مادية ومعنوية نتاع قطاعات يلزم النهوض بها. اليوم في تونس ما نتصورش الا واحد مسؤول مستوى وطني ما يشعرش نفس الشعور. نوجه عناية السادة المشاهدين بأن بث باقة شبكة الجزيرة على التردد 10810 ميجا هرتز على العرب سات سوف يتوقف في الأول من يونيو 2011.
ويمكنكم متابعتنا على التردد 12034 ميجا هرتز. وسط أعمدة الكتاب يتجول، بين سطور المقالات يتحرك، وبوحي من اللقطات يرسم صفحات جريدة الغد. سكرتير التحرير، صحافة الغد، اليوم بين يديك، يوميا على الجزيرة مباشر مصر 7 مساء بتوقيت القاهرة. لا إله إلا الله. أنا هلا مستعد، هلا ها أشلح العباءة هي. أنا شوفور دبابة، رامي أربجي، رامي رشاش، يسلموني. مستعد أنزل على الجبهة، يموت بوطني. مستعد أنزل، ما ظل فيها أمل، ما يعني لا أمل بالله. 60 سنة عم نقول بكرة 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 بكرة. مستعد أطلع أنزل، مستعد أموت شهيد الوطن. ما عاد فينا نتحمل، ما نتحمل. هذه جريمة في حق الشعب المصري، فأراد هذا الجهاز أن يمحو أركان هذه الجريمة. ما تم إتلافه وحرقه هو أعظم بكثير. قرار تنحي المحكمة عن نظر قضية عز ورشيد وعمر عسل. سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق وابنه كمان خضع للتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع. ايد واحدة، ايد واحدة. أنا عايز 3 حاجات، المطالب الفئوية ده مش وقتها. الثورة لا تطالب بحلول وسط أبدا، وإلا ما تبقاش ثورة. مطلوب فقط ألا نفرض نوع من الوصاية على الشعب. لحظة بلحظة ننقل إليكم الصورة. نوجه عناية مشاهدي قناة الجزيرة مباشر مصر الكرام إلى ضرورة التوجه إلى التردد الجديد التالي. وسط أعمدة الكتاب يتجول، بين سطور المقالات يتحرك، وبوحي من اللقطات يرسم صفحات جريدة الغد. سكرتير التحرير، صحافة الغد، اليوم بين يديك، يوميا على الجزيرة مباشر مصر 7 مساء بتوقيت القاهرة. يا ريت ارجع واقعد في البيت اللي انا كنت عايشه فيه. هلا لو تنطيني قصر هون قولوا لي ارجع على بيتك برجع، يا ريت.
ليش بتروح من مخيلتنا، من عقلنا بتروح، قعدتنا، فتتنا، طلعتنا، القرن، البيوت، الأهل، ما بتروح من خيالنا، ما بتروح أبدا. عندي حماي أنا كبرت، وقت ما كبرت رجعت ذاكرتها الأولانية على فلسطين. نواصل الحوار مع الإعلامي أحمد يوسف صاحب مبادرة دماغ تك العربية، وكنا توقفنا في الحوار عن أخطار استخدام التكنولوجيا الحديثة، وكنا أشرنا إلى مسألة ما ينشر على صفحات الإنترنت من صور تحتاج إلى تدقيق وقد تؤدي إلى كثير من المشاكل. أستاذ أحمد، يعني كيف يمكن معالجة هذه القصة؟ نحن دائما في جدل بشأن روايات شهود العيان، بشأن الصور التي تنشر على الإنترنت أنها غير موثقة. ما هي الآلية للتعامل مع هذا الجدل؟ اولا يبدو ان حصلت هناك ثوره في الاير بيس، فده شيء جيد كده. انا اسمعك بوضوح عشان ايه نعرف نجاوب في البدايه. بالنسبه للتدقيق في الصور، اعتقد احنا في حاجه اولا الى التكنولوجيا لكشف كذب الصور، تكون تكنولوجيا سهله، لان ما يتم الان هو عباره عن خبرات المدققين، خبرات الصحفيين، خبرات الهيكل التحريري. هذه واحده. النقطه الثانيه، اعتقد ان مسؤوليه المواطن الصحفي ومسؤوليه ان يكون على الاقل هناك بعض الابعاد الاخلاقيه، على الاقل ان لم تكن المهنيه في الفيديو او في الصور. اعتقد الوعي في هذا الموضوع سوف يزداد تباعا، لكن لن نستطيع ان نوقف خداع الصوره، وقد يعني نتعرض لكوارث كثيره وخداعات وغسيل عقول ولعب بعقول في هذا المجال. نعم، يعني ربما حلت مشكلة الصوت ولكن تواجهنا مشكلة في الصورة. على كل حال لك جزيل الشكر سيد أحمد يوسف الإعلامي صاحب مبادرة دماغ تك العربية، لك الشكر على هذا اللقاء. ويمكن أن نستعرض الآن مشاركة عبر الويب كام جاءتنا أيضا بشأن أخطار استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي رانيا الفيتوري. طبعا من المعروف ان العصر اللي نحن نعيشوه حاليا هو عصر الثوره التكنولوجيه، وهذا تلقاه واضح باستعمال شباب الثوره وسائل تواصل حديثه الا وهي الانترنت، بما في ذلك الفيسبوك وتويتر وغيرها، حيث استطاع شباب الثوره من خلال هذه الوسائل من كسر حاجز الخوف والتعبير عن مطالبهم بشكل حضاري منظم. وكما يجب التنويه بدور مواقع الفيديو الشهير كيوتيوب وغيرها في رصد الثورات بالصوت والصورة. ومن ناحية أخرى للفيسبوك والتويتر تأثير سلبي على الثورات، وبالأخص على ثورة ليبيا، لأن من خلال الفيسبوك استطاع العقيد القذافي من معرفة المكان والزمان لانطلاق الثورة الليبية، وبالتالي قام بإعداد العدة والاستعدادات، وقام بجلب أعداد هائلة من المرتزقة والذين كانوا يعرفون في بداية الأحداث بالقبعات الصفراء. إذا كانت هذه مشاركة جاءتنا عبر الويب كام في إجابة عن سؤال ما هي مخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل
المتغيرات بالمنطقة العربية. رانيا يعني اعتبرت أن استخدام التكنولوجيا الحديثة ربما يعرف السلطات كيف يفكر المستخدمون، ويعرفهم أيضا متى وأين سيقومون بأي فعالية ربما احتجاجية أو ما غير ذلك. ولكن أيضا جاءتنا بعض التعليقات والمشاركات عبر الفيسبوك إجابة عن هذا السؤال، نستعرض منها. أبو بشرى الوصابي يقول: لا توجد مخاطر، بل كانت من أهم روافد الثورات العربية. أحمد ناصر يقول: الانتشار الفوري للشائعات، وهذه هي أخطر سلبية. أبو العز بن فاضل يقول: الاستغناء عن الأيدي العاملة والأمراض المتعلقة باستخدام التكنولوجيا. إذن ربما نعود إلى ضيفنا من دبي الإعلامي أحمد يوسف صاحب مبادرة دماغ تك العربية. استمعت إلى هذه التعليقات وإلى المشاركة عبر الويب كام، ونتمنى أن تكون هناك أيضا ثورة في الصوت والصورة وحلت المشاكل الفنية. في ظل الثورة كل شيء يحدث، يعني أعتقد الأمور لطيفة دلوقتي هنا. نعم، استمعت إلى هذه الأحاديث الجميلة. أنا أسعد عندما أستمع إلى صوت الناس العاديين، عندما يتحول الناس إلى منتهلكين، وهذا ما نحرص عليه دائما في الجزيرة مباشرة، يعني للعلم سيد أحمد. نعم، أنا بأحييك بشدة وأحيي الجزيرة على التناغم مع النيو ميديا. فتحول المشاهدين زي ما ذكروا كده إلى منتهلكين، يعني مستهلك ومنتج في نفس الوقت، هو شيء غاية في الروعة، شيء غاية في الديمقراطية، شيء غاية في الحرية. ولكن متى سوف نستعمل هذه الآلية من الاعتراض إلى التنمية؟ سؤال مهم جدا. إحنا كمجتمع افتراضي، سؤال موجه لنا: متى سوف نستعين بهذه الآليات من أجل التنمية؟ هناك مبادرات جميلة موجودة أراها في كل العواصم العربية، في قطر، المملكة العربية السعودية، وفي ليبيا، وفي موريتانيا، وكل الدول العربية. ولكن أين الرؤية الشاملة التنموية؟ كويس؟ لابد أن نستفيد من أجمل مهارة في هذا الجيل، وإحنا يعني كويس إن إحنا يعني توصلنا لنتحدث عن هذا الموضوع، ألا وهو العمل الجماعي. مواليد ما بعد سنة 90 كما نقسم الطبقات المعلوماتية أصبحوا الآن في هذا الوطن العربي يعملوا بتقنية التيم وورك. ربما لن نرى فقط في برنامجك خلال الفترة المقبلة مدون واحد يتحدث، ولكن سوف نرى شهود عيان يجتمعون مع بعضهم البعض، ربما يجرون بعض التقارير لك وبعض التحقيقات جماعيا مع بعضهم البعض، وليس بصفة منفردة. فأنا أحييك وأحيي كل المتفاعلين معك في البرنامج. نعم، طيب، يعني من بين أيضا التعليقات أو الأخطار التي نتحدث عنها، يعني نحن تحدثنا كثيرا عن الإيجابيات وما أهمية هذا الاستخدام وفوائد هذا الاستخدام للتكنولوجيا الحديثة، ولكن هناك من يرى أن هناك أخطار وهناك مشاكل قد يسببها استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل ما يقول الاستغناء عن الأيدي العاملة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بدلا من الفرد أو البشر. هناك من يرى أن هناك انتشار فوري للشائعات وفوضى في الأخبار. بالتأكيد هذا موضوع غاية في الخطورة. سؤال الوعي لدى كل منا على شبكة الإنترنت هو السؤال الأهم، لأن المرجعية تكون في النهاية إلى الوعي. هناك المتلاعبون بالعقول، هناك مخابرات تلعب على الشبكات الاجتماعية. لاحظوا أننا الآن في مرحلة الوسط بالنسبة للشبكات الاجتماعية، نحن نعيش فيما يسمى الجيل 3.5 من الشبكات الاجتماعية. هناك استمرار لشبكات اجتماعية جديدة سوف نراها هذا العام والعام المقبل، سوف تكون مؤثرة، لن يكون ويكيليكس هي الشبكة الأخطر والأهم والأبرز في العام الماضي، وقبلها تويتر وفيسبوك، ومن قبلهم جميعا اليوتيوب. ولكن هناك مخاطر أيضا في فكرة العنف، وفي فكرة كما نرى العنف الطائفي الآن، أو اشتعال الحروب الإلكترونية ما بين الدول العربية. وبالتالي نحن نحتاج إلى استثمار الإبداع بالإنترنت والابتعاد عن المعلوماتية الشريرة، سواء من ناحية البورنوغرافية أو الإباحية الموجودة على الإنترنت، سواء من ناحية الاستغلال، سواء من ناحية المخدرات على الإنترنت، الإرهاب على الإنترنت، وأيضا التجسس على الإنترنت، أو اللعب بالعقول.
نعم، يعني أنت تتحدث عن الأخطار التي ربما تأتي من الأفراد أو المستخدمين العاديين، ولكن عندما يكون هناك أخطار من مؤسسات أو دول أو جهات استخباراتية، يعني في أواخر مارس الماضي نقلت وسائل الإعلام خبر يقول أن الولايات المتحدة تطور برنامجا يسمح بانتحال شخصيات في المواقع الاجتماعية، وكان من ضمن هذا الخبر أن ذلك للتصدي لأصحاب الفكر المتشدد، ولكن يبقى أن هناك مسألة للتجسس، انتحال شخصيات، التأثير في المستخدمين. سؤال خطير جدا وموضوع محوري لكل من يشاهدنا الآن. نحن الآن عالميا وكوكبيا في حالة صراع ما بين الكائن البشري والكائن الآلي. هذا الكائن الآلي المسلح بالارتفيشال انتليجنت أو الذكاء الاصطناعي اللي أنت تحدثت عنه، وهو موضوع في غاية الخطورة. إذا نحن الآن نواجه ذكاء بشري بذكاء اصطناعي، وبالتالي الذكاء الاصطناعي محمل بسلاح ذكي إضافي عننا، وبالتالي الدول العربية وليس الأفراد فقط مطالبون أيضا بتطوير اتجاهاتهم المعلوماتية، وألا نكون فقط من ناحية الدفاع بل أيضا نكون من ناحية الهجوم في هذه الثورة المعلوماتية، لأن ما تقول عنه هو شيء غاية في الخطورة. ما تقول عنه هو ما يسمى بالحرب الكونية المعلوماتية الدائرة الآن ما بين كل من أمريكا والصين وروسيا، وهناك قوات معلوماتية موجودة في إيران، هناك قوات معلوماتية موجودة في كوريا الشمالية. إذن الصراع الدائر الآن معلوماتيا، وما كان يتم الضحك عليه بنكات في حروب ومناوشات شيعية سنية، لا، الحروب الإلكترونية الجزائرية المصرية لن يستمر بهذا الشكل، وسوف نرى يعني كوارث كبيرة بسبب الإنترنت، انتحال شخصيات عن طريق الذكاء الاصطناعي. هذا موضوع غاية في الخطورة، ولن يتم إيقافه إلا بسياسة استراتيجية معلوماتية هجومية يدخل فيها أيضا الذكاء الاصطناعي. وأؤكد من جديد على وجود شبكة عربية لأنها سوف تؤمن، أو وجود شبكة قطرية في كل طيب أنت كيف لا أدعو إلا أن تكون مراقبة طبعا. يعني أنت كمستخدم وطبعا يعني محترف أو جيك كما يعني يمكن القول، مستخدم للمواقع الاجتماعية، كيف يمكن أن تفرق بين مستخدم آخر يحثك على ثورة أو على مظاهرة أو تغيير أي شيء؟ كيف تميز إن كان بالفعل هو يعني لديه نوايا طيبة أو لديه نوايا سيئة، في ظل ما نتحدث عنه من هذا الانتشار في والتواصل بين أفراد لا يعلمهم أحد في هذا العالم الافتراضي؟ أعتقد أننا كجيل مطالبون هنا بسؤال الوعي. لا نكتفي فقط بالمعلومات التي تجيء إلينا عبر وسائل الإعلام الجديدة، الموبايل أو الإنترنت. علينا بالقراءة باكورد التاريخية، فورورد المستقبلية. علينا أيضا بحضور ثقافي واسع على الأرض، تثقيف واسع على الأرض. ولكن الهشاشة أو الشخوص الذين ليست لديهم مرجعية بيجوا عشان يقعدوا على الإنترنت فقط، يسهل اللعب بهم. وبالتالي نحن أو أنا أطالب الشباب بتعدد وتنوع مصادر المعرفة، هي التي سوف تحميه. الوازع هنا هو سوف يكون الوعي لدى كل منا. غير كده فأنت معرض أن يطلق عليك الرصاص المعلوماتي في أي وقت ويضحك عليك. هل يمكن أن تكون هناك ديكتاتورية على بعض المواقع الاجتماعية؟ يعني في بعض الأحيان يكون هناك تيار سائد، وأي يعني مخالفة للرأي لهذا التيار، خاصة في موقع تويتر أو حتى بعض المجموعات في فيسبوك، يعني تجد انتقاد عنيف من قبل أي مستخدم آخر يخالف هذا التيار. يعني ده بيجرنا للمشكلة اللي موجودة على أرض الواقع في مصر وفي دول عربية عديدة، ألا وهو عدم وجود مبادئ الحوار الجميل وتقبل الحوار الجميل. لذلك احنا في دماغ تك برضو أحد المحاور، احنا عاوزين نستعيد روحانيات الوطن العربي، روحانيات مصر، عاوزين ننشر الإبداع بالإنترنت، عاوزين ننشر فكرة الحوار والحوار بين الطبقات، والحوار الذي يسمح بالاختلاف مع الآخر وأيضا احترامه وتقديره. أنا أتفق معك أن تويتر تحديدا به يعني مناوشات حادة في هذا الصدد، هي غير مقبولة. يمكن فيسبوك بدرجة أقل كثيرا. أنا شخصيا من هذا المنبر
ارفض تماما سواء الالفاظ الخارجه التي ترد في الشبكات الاجتماعيه او محاوله ان انت تخوفني عن طريق ان انت معاك يعني مجموعه كتله وراك بشريه. نعم. معاك اصدقاء عدد كثر او من معاك الفولورز او التابعين، عدد اكبر من الفولورز. طيب يعني نود ننتقل الى اخر سؤال، وهو يعني هل هناك من فارق الان بين المستخدم العربي للتكنولوجيا الحديثه والمواقع الاجتماعيه والانترنت وبين المستخدم غير العربي وخاصه الغربي؟ وايضا يعني في ايجاز متى يمكن ان ننتقل من طور المستخدمين الى طور الصانعين؟ نعم، هناك اختلافات بالتأكيد كبيرة، وهي ليست حواديت خرافية أو استراتيجية. أولا نجد دول مثل إسرائيل، الصين، هولندا، اليابان لديها شبكات اجتماعية خاصة بها. كويس، فبالتالي هم بيحموا أمن المعلومات اللي عندهم من الاختراق. هذه واحدة. ثانيا مستوى الفرد في تنمية ذاته على الإنترنت راقي جدا، ولكن صراحة بعد الثورة، وأنت سألت أكثر من سؤال أثناء الحلقة عن الثورة، أصبح هناك وعي أكبر لدى الشباب في العواصم العربية من الاستفادة من ميزات الإنترنت. ما أنا بدل ما أدخل على مواقع غير مستحبة، لا أروح أستثمر وأجيب فلوس، فبالتالي أشعر بسعادة ولكن بطريقة أخرى. على سبيل المثال، يبقى أن تسارع النمو التكنولوجي لدى المواطن الإلكتروني في دول كثيرة كأمريكا واليابان أو الصين وخلافها من الدول، هناك تسارع كبير. يمكن في الخليج العربي مواكبة الأجهزة أسرع عندنا من مصر، لكن المهارات الابتكارية والمان باورز والمبدعين أكثر عندنا في مصر من العواصم الأخرى. وبالتالي احنا بندعو هنا هوت لمؤتمر واستراتيجية عربية وقمة عربية معلوماتية، ولكن ليست من الناحية المعلوماتية الجافة فقط، ولكن المعلوماتية بأبعادها الفلسفية والسيكولوجية والثقافية والسياسية، لأن الموضوع أصبح خطير جدا. ما فيش مانع أن احنا نجيب خبراء أجانب على فترات نستمع إلى التجارب. يعني مثلا كان لنا لقاءات مع مدونين من أمريكا يتحدثون عن ما يسمى بدورة حياة المدونة. مفيش حاجة اسمها مدونة مدى الحياة. نعم. يعني أنت لما بتكتب مدونتك ليها فترة، فلا بد من هذا الوعي السيكولوجي الفلسفي لما يدور في عالم المعلومات. يعني تنقص في المنطقة العربية الدراسات التي تعبر عن استخدامات هذه التكنولوجيا ومجالات هذه الاستخدامات من قبل الشباب؟ ينقص المنطقة العربية ما يسمى بالمعرفة المتكاملة. يعني احنا شاطرين جدا ان احنا نركز في حاجة واحدة، مثلا نركز في البنية التحتية للاتصالات، او وزارات الاتصالات في الوطن العربي يبقى عندها بنى تحتية قوية. هذا ليس كافيا في عصر التكنو علم الذي نطلق عليه ذلك، ولكن لابد من المعرفة المتكاملة. يعني موضوع المعلوماتية والإنترنت أخطر من أن يترك فقط للمهندسين. نعم. هو موضوع يهم جدا السيكولوجيين والسياسيين والاجتماعيين وأهل البيولوجيا وأهل التجارة، بحيث أن احنا نشكل العقل الجديد. هناك عقل جديد في الوطن العربي، حتى الآن وسائل الإعلام لم تتعرف عليه، يعيش صامتا. أطالب أيضا هذا العقل بأنه يعبر عن نفسه، وسنحاول جاهدين بذلك، ونوجه الدعوة من جديد عبر هذا المنبر، عبر دماغ تك، هذه المبادرة التي سوف تكون قاطرة تجمع الكل فيها، وليست مبادرة تنافس أو أن احنا هنطلع حاجة جديدة. لا، احنا عاوزين نستقطب أفضل مبادرات. شكرا. الإعلامي أحمد يوسف، صاحب مبادرة دماغ تك العربية والمهتم بالإعلام والتنمية والأجيال الشابة، لك جزيل الشكر على هذا اللقاء. كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من دبي. ونختم هذا الجزء من التغطية ببعض التعليقات التي وصلت إلى صفحتنا على فيسبوك ردا على سؤال: كيف ترى اتساع الهوة في استخدام الإنترنت بين المستخدم العربي والمستخدم الغربي؟ يقول وائل جيروتي: الهوة فقط هي الفرق بين حكامنا وحكام الغرب في الغرب. عزام علي يقول: الهوة أصبحت بسيطة وأصبح العرب يستخدمون الإنترنت في مجالات مختلفة. سفير يقول: هي سلاح ذو حدين، ولكن هنا في الحدين ضرر وسلبي النتائج على الغرب. يعني يقصد أن الاستخدام السلبي في لدى المستخدم العربي أكبر منه لدى المستخدم الغربي. غادة تقول: الاختلاف إنما هو في المواقع والمواضيع التي يتم الاستفادة منها.
مشاهدينا الكرام، نشكر كل من شارك معنا في هذه التغطية، ونشكر أيضا المشاهدين الذين أرسلوا آرائهم عبر الويب كام لننشرها ونذيعها في هذا الجزء من التغطية. سنتواصل معكم بالتأكيد ولكن بعد فاصل.